هاي يا حلوياتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رتبت لكم احلى مدرسة ثانوية بجد، عجباني قوي قوي قوي. ان شاء الله هتعجبكم انتوا كمان. قبل ما نبدا الفيديو متنسوش اللايك الاشتراك. يلا بينا نبدا جولة في المدرسة الثانوية. وهي هنا بقى عملت ملعب صغير كده للكورة، عشان اللي عايز يلعب يعني كورة ولا أي حاجة. وهنمشي قدام شوية حلوياتي. عملت مطعم صغير جدا اهوت، وده كده بتاع العصير ومشمول. اما بقى انا عاملة مطعم كبير جدا بس جوه المدرسة، مش في الجنة بتاعة المدرسة. ده بقى كده عملت مطعم صغير قوي. ودي الترابيزة بتاعته بقى عشان اللي هيقعد ياكل طبعا. هنا كده حطيت الترابيزة دي بالكراسي بتاعتها. وهنا بقى حطيت ديت، بصراحة انا الفرصة دي عجبتني، فحطيت لي هنا كده، حطيت قاعدة بسيطة عشان طبعا الطلاب هيقعدوا هنا يعني. اللي عايز يقعد ياكل، اللي عايز يقعد يعمل أي حاجة. وهنا كده حطيت المرجحة الصغيرة دي. وأحلى حاجة في الدور ده عجباني الباب ده. صممت بصراحة قعدت ساعتين عقبال ما أصمم الباب ده والله. وهنا كده حطيت مرجحة صغيرة. بصراحة محبتش اسيب المكان ده فاضي. ويلا بينا نخش على جوه، بجد المكان جوه هيعجبكم قوي. وهنا بقى دخلت المدرسة. وهنا كده بصراحة حبيت احط حاجات كده كتير. هي مش كتير قوي يعني، بس حبيت الوانات وغيرت الوانات الحقيقة. بصراحة شكلها تحفة قوي، بصراحة انا عجباني من جوه ومن بره. يعني بصوا والله العظيم يا جماعة، كل الافكار دي انا جايبها من دماغي. مش متفرجة على اي فيديو ولا جايبها من عند اي حد. انا اللي عاملاها والله العظيم، كمان انا اللي عاملاها. ويلا بينا نطلع على الدور التاني. وده بقى المطعم الكبير اللي انا بقولكوا عليه. هو مش كبير قوي بس عاجبني يعني، مطعم كويس. حطيت فيه بيتزا وحطيت فيه هوت دوج. وهنا كده حطيت المية بتاعته. هنا حطيت ترابيزات عشان يلاقوا ياكل يعني. وده السينما اللي طلعنا الدور التالت. وهنا بقى يا حلوين الحمام. بصراحة أنا مش عارفة إيه الحركة المستفزة ديت. يعني دي كل ما أعمل حاجة لازم تعوج يعني. ما تسيبوها ثابتة مكانها. يلا بينا نطلع الدور التالت. وهنا بقى حطيت الفصول بتاعة الدراسة اللي هم يقعدوا يدرسوا عليها. طبعا كل الشخصيات ديت أنا جايبها جاهزة، إنما أنا لسه هعمل شخصيات تانية وأقعدهم هنا في ديت. طبعا أنا عاملاها مخصوص عشان المسلسل اللي جاي اللي أنا هعمله من حد اللي أنا قلتلكوا عليه، اللي هو مسلسل عائلة كبيرة. ودي كده أوضة الدروس العربي يعني. دي كده أوضة الدروس العربي. وهوريكوا الغرفة التانية بتاعت الموسيقى. اهي دي كده غرفة الموسيقى، حاطة فيها كل حاجة تخص الموسيقى. بصراحة عجباني قوي. والديسكات بتاعت اللي هما هيقعدوا عليها اهي. حبيت كده احط الكمبيوتر ديت. بس كده هي دي كده شكل أوضة الموسيقى بالكامل. تعالوا اوريكم أوضة الرسم. اهي دي كده أوضة الرسم. طبعا احنا في اخر دور. انا ما حبيتش احط فيها حاجات كتير بصراحة، لاني ما عرفتش احط فيها ايه زيادة عن دول. هما كده كويسين. انا حبيت يعني اخليها اوضة رايقة. ودي كده حبيت احط مكتبة صغيرة. ما عرفتش اعمل مكتبة كبيرة بصراحة، حبيت احط دي كده حتة صغيرة. ودي كده المكتبة بتاعتنا. ودي كده شكلها من بره. انا مصمماها طبعا تصميم حلو. وبس كده يا حلوياتي، وريكم جولة كاملة في المدرسة الثانوية. قولوا لي رأيكم إن شاء الله. المرة الجاية هعمل لكم مكتبة فيها كل حاجة المدرسة والدروس. وكل حاجة فيها طبعا مجانية بالكامل. أنا مش حاطة فيها أي حاجة بباقات عشان انتوا تقدروا تعملوها. ويلا بينا أوريكم جولة في المدرسة.